حسن، النهارده اداء نادي الزمالك اداء جيد جدا، ولكن برضه ما زال مسلسل اضاعه الفرص السهله، خاصه في اول ربع ساعه وفي اخر ثلث ساعه. انا اتكلمت على فكره دي تاني مره صح؟ ماشي. هو كابتن فاروق اللي كان عايز يسال؟ مفيش يعني، ما هو مش مسلسل، انت فرقه يعني ولله الحمد لما توصل وتضيع الفرص دي هيبقى عندك قدرات قويه جدا، عندك بتوصل لجون كتير، متحكم في الماتش، مسيطر على الملعب كله. فده دليل ان انت يعني حاجات متفوق كتير، متفوق في حاجات كتيره جدا. فلما الفرص دي بقى عدم التوفيق ده بتاع ربنا، مع حته برضو في اكيد في بعض اللعيبه اللي بتضيع فرص لازم يبقى في يعني تركيز شويه، يعني لازم يبقى مطلوب منهم. واللي احنا اتكلمنا حتى او حسام اتكلم معاهم حتى اول ما طلعنا ان يا جماعه الفرص اللي تيجي لازم تخليها اكتر من كده. لان بالكابتن حسام والجهاز الفني بين الشوطين، التوجيهات اللي اتقالت بين الشوطين ايه؟ قلتوا ايه بين الشوطين عشان يقدر الزمالك يستغل؟ فرقه بتدافع على طول، فرقه نازله زي ما قلتها تاني بكرر، فرقه بتشحت نقطه، نازلين عايشين بالهم قبل الماتش في الايام اللي فاتت ان انا ازاي اضيع وقت. بدليل الراجل الجون من اول دقيقه، الراجل عمرك شفت واحد بيضيع وقت من اول دقيقه؟ فاللعيبه عمال تضيع وقت وساعدهم الحكم على كده مع الفرص اللي ضاعت. انا قلت لو لو اول فرصه دخلت الماتش ده 5 و6 تاني يعني، فاهمني؟ انما بلوم على يعني مش بلوم اللعيبه، لازم بعد كده الفرصه اللي تجيله. واللي قالوا لهم حسام احد اسباب الهزيمه النهارده محمود البنا. انا مش عايز، بص يعني انا بتكلم عشان يبقى يعني انا بالنسبه لي مش مبسوط من الحكم، مش مقتنع بحاجات كتيره جدا، واثر كتير جدا في الماتش. بالنسبه لقراراته في انذارات لازم تتاخد، في تضييع وقت قدامه، في حاجات تيجي في ايد لعيب الشوط الاولاني والشوط الثاني وعامل ان هو وهو مش شايفها. التزام حسام حسن بحضور، بياخدوا قرارات الاثنين اللايمان بياخدوا قرارات غريبه جدا. تعليق على حضور حسام حسن المؤتمرات الصحفيه وفي مباراه الجيش، المدير الفني لم يحضر ولم يجازى، والنهارده الكابتن حسام بعت الكابتن انور الكابتن طارق سليمان وموفي. هو كابتن ناصر في الاستوديو المره اللي فاتت في الماتش اللي فات كان مساعد المدرب هو اللي حضر المؤتمر. النهارده اصر الراجل وعمل مشكله، الراجل اللي هو المسؤول المراقب قال لك لا، مصر المدير الفني قال لك هو كده. نقول له الماتش اللي فات حضر المدرب مساعد قال لك هو كده. يعني طب انتوا استفزاز يعني؟ كابتن حسام فريق الاحلام بتاع الزمالك بتاع 96 كان كله نجوم، الزمالك النجوم ده هتقدر تكمل وهتقدر تفوز؟ ما عندناش فريق احلام، هو احنا طب ما الجيش عنده فريق احلام والشرطه عنده فريق احلام. يا جماعه فكروا بس، هدوء. الفرق كلها عندها لعيبه كتير، الجيل في اجيال طالعه، في لعيبه عدد كبير ما كانش موجود من سنين قبل كده. كانت فرص لعيبه بتتنقل بتلف الانديه كانت قليله. دلوقتي يبقى في كل نادي دعم بلعيبه كتير. ارجع من دون ذكر اسامي، شوف الفرقه اللي لعبناها المره اللي فاتت، شوف النهارده الفرقه المغيره اللعيبه كلها جديده، شوف الفرق المصري، شوف الاهلي، شوف المقاولين، شوف كله ده. مفيش حاجه اسمها فريق احلام. فريق احلام ايه؟ انا جايب فريق من منتخب برشلونه وريال مدريد، ايه فريق احلام؟ جايب باسم من الداخليه، وجايب طارق حامد من سموحه، وجايب مش عارف مين من الشرطه. طب الله، ايه فريق احلام؟ انا جايب من ريال مدريد. يقصدوا ان هم مجموعه نجوم يا عم، لعيبه كويسه، مش جايين، مش فرقه لعيبه كانت بتاخد بطولات وجايه. ده لعيبه كويسه جايين زي ما انا اخترت. الاهلي اختار، الاسماعيلي اختار، المحله اختار، المقاولين فكروا بس عايزين ايه؟ انا ما عنديش فرقه احلام، انا عندي فرقه بلعيبه كويسه. رئيس النادي والمجلس الاداره اجتهدوا واشتغلوا وتعبوا فيها، المستشار مرتضى وجابهم وحارب عشان يجيبهم، وبنحاول ان احنا بنعمل فرقه قويه. بدليل البدايه بتاعتنا كانت ماتش السوبر في كوره، وفي ماتش المره اللي فاتت ماتش الجيش. نعم احنا لسه بدري، ولكن الزمالك قادر على حصد بطوله الدوري مع حسام حسن وابراهيم حسن. هو احنا مش الماتش اللي فات كسبنا 6 والناس بتقول لنا طب انتوا مش فرحانين؟ احنا يا جماعه لسه مشوار طويل قوي، الدوري ده كتير جدا، محتاج نفس طويل، فيها هتتعثر وفيها هتقوم وفيها هتفرح وفيها هتزعل. انما احنا ان شاء الله يعني نتمنى باذن الله تبقى فرحه على طول. الكل بيقول ان حسام ابراهيم حسن قاعد مع احمد توفيق وعمر جابر وخلاص هيمضوا للزمالك، الكلام ده حقيقي؟ الناس اللي في الاستديو هيقولوا ايه؟ ما انا خدت الوقت كده بتاعهم كله. ان شاء الله عمر وتوفيق ان شاء الله ما فيش اي مشكله، يعني الامور مستقره. والاستاذ مرتضى الراجل مصر وقعد مع عمر وقعد مع توفيق وقعد مع الناس، مصر ان هم موجودين وحابب ان هم موجودين، وحابب ان اللعيبه كلها تبقى في احسن حال.
واحنا ماتش اللي بنفكر في الماتش الجاي. بس ابراهيم حسن بيحب محمد عزمي. الزمالك كان محمد مين؟ محمد عزمي. أكيد. نطلع لسيدي سوا؟ إيه؟ نطلع للاتوبيس سوا؟ لا لا بالكاميرا. ما ينفعش. لا صعب. ما ينفعش. لا ده انا بطلع الاتوبيس بالعافيه.